أول مرة ليا في مونتينيجرو أو زي ما بيقولوا عليها الجبل الأسود. كوتارسكا كرامبينا. ولأن البلد مش كبيرة قوي فقررت أزور فيها أجمل مدينتين مشهورين هناك وهما كوتور وبودفا. ففي الفيديو ده هاخدكم في جولة في مونتينيجرو، البلد اللي لقيت فيها تشابه كبير قوي بيننا كعرب وبينهم. من اول ما وصلت بصراحه انا حاسس في تشابه كبير ما بيننا وما بينهم. هو ده السوق الشعبي، بس كانوا بيؤمنوا بالحسن زينا. الشوارع بجد بجد شكلها جميل جدا. طلعك بقى على فين؟ تعالوا اوريكم. بصوا، ولقيت فيها طبيعة جميلة ومختلفة عن معظم دول أوروبا. واللي ما يعرفش، أنا أحمد ودي أليدا وده نوحي ابننا. قررنا نلف في أوروبا بالعربية وبدأنا رحلتنا في التشيك وبعد كده النمسا، كملنا رحلتنا على دولة جديدة وهي مونتينيجرو. ففي الفيديو ده هتعيش تجربة مختلفة أول مرة تعيشها في مونتينيجرو. اهلا بيكم في مونتينيجرو. اول حاجه الفيزا، لانها تهم ناس كتير. الفيزا بتاعتها سهله ومجانيه لو معاك شنجن، وبرضك مجانيه لمعظم دول الخليج، وللمصريين من غير فيزا بس خلال شهور الصيف، وتكون تبع شركه سياحه منظمه. وفي شركه اسمها تاشوري هي الشركه الوحيده اللي بتودي مونتينيجرو، لكن لو قررت تروح لوحدك ساعتها انت بتحتاج فيزا زيها زي اي دوله تانية. اول مدينه وصلنا ليها وهي كوتور. المدينه مبنيه حرفيا في الجبل، زي ما انتم شايفين كده الجبل هنا، والمدينه زي ما انتم شايفين مبنيه قدام الجبل على طول وقدامها البحر. ده السوق الشعبي عندهم، محلات جنب بعض كده، عندهم انواع كتير جدا من الزيتون، لان الطقس هنا يعتبر لحد ما كبير حر، وشجر الزيتون موجود في كل مونتينيجرو. هو ده السوق الشعبي زي ما انتم شايفين، واقف بيبيعوا حاجات هنا زي عندنا بالظبط في الشارع. بصراحه من اول ما وصلت وانا حاسس ان في تشابه كبير ما بيننا وما بينهم. دوت يعتبر مدخل رئيسي بتاع المدينه هنا، ومن هنا تخش على الاولد تاون بتاع كوتور. زي لكم المدينه شوارعها ضيقه جدا ومليانه سياح، لان هنا في باخرات سياحيه كتير قوي بتيجي للمدينه. وشكل الشوارع زي ما انتم شايفين مع الزرع حاجه جميله جدا. البازار بتاع المدينه تحس ان انا دخلت شويه زي خان الخليلي كده عندنا في مصر. بصوا شكل السوق المحلي عامل ازاي. هو في العموم صغير جدا، تقدر تاخد فيه جوله سريعه. الاسعار غاليه جدا لانه سياحي. بصوا الشوارع اصلا هنا حجمها قد ايه، شوارع ضيقه ومباني جنب بعض كلها، ودايما هتشوفوا في الخلفيه ورا الجبال. والقطط برضه هتلاقيها منتشره في كل المدينه، وده لان الناس اللي عايشين هنا في المدينه بيعتبر قطط الشوارع هنا من اهل المدينه. فهتلاقي برضه قطط الشوارع كتير جدا هنا، هتلاقي حاطين اكل القطط في كل زاويه من زوايا المدينه. طبعا السفر ببيبي حاجه مش سهله ومش صعبه، اهم حاجه يكون في صبر زياده، انك كل شويه تقف تديله ازازه، فنديله ازازه ونكمل فرجه على المدينه. بصوا استاذ نوح شرب الازازه وبقى ايه دماغه في العال، فنقدر بقى نتمشى كمان ساعتين، وبعد ساعتين نعمل له ازازه تانية. قلنا نجرب واحده من الاكله التقليديه هنا في المدينه، اسمها كوتورز كريم بيتا، يعني عيش بالكريمه. فتعالوا نجربها سوا. طعمها حلو قوي، عامله زي عندنا كده المهلبيه بالجلاش. طعمها جامد بصراحه. ده نيمو. كوتارسكا كرامبينا. اوكي. يا ثانك يو. اسمها كورتو، يا زي ما هي قالت اسمها كده عشان مش عارف انطق اسمها. هي دي، فلو جيتوا هنا لازم تجربوها. وبرضه هتلاقي محل برضه شفت ناس كتير قوي ماسكه بيتزا كبيره كده، بيتزا حجمها كبير قوي. فطبعا جعان جدا، فبس انا مش هاكل لان في مطعم كده على البحر شفناه، بوريه لكم بعد شويه. هنروح ناكل هناك. اولد تاون هنا مش كبيره قوي زي ما انتم شايفين، ده المدخل بتاعها الرئيسي. بعد كده تطلع بقى من اولد تاون تلاقي الطريق عادي والبحر. وممكن برضو تأجر عجله، المكان ده ب 2 يورو، وده شكل العجله اهو. عجله كهرباء شكلها كويس جدا، و2 يورو في الساعه. فانت لو اجرتها مثلا 4 ساعات واستكشفت المدينه بيها ب 8 يورو، فسعرها يعتبر كويس. بعد ما تخلص الاولد تاون تقدر تطلع وتسيب الاولد تاون خالص وتطلع تتمشى. هتلاقي البحر موجود هنا زي ما انتم شايفين كده، وبصراحه الفيو يستاهل انك تيجي. بص الفيو عامل ازاي، تقدر تعوم هنا على منظر الجبال ده، وفي برضك هنا مطاعم لو حبيت تاكل او حاجه. بصوا اكلنا في المطعم اللي ورايا ده اسمه موندو.
هو يعتبر احلى مطعم لقيناه، لان باقي المطاعم ورا لما قرينا الريفيوز على جوجل لقيناها مش احلى حاجه، والاكل مش احلى حاجه، بس بصراحه الاكل هنا كان حلو وسعره كمان مش غالي. هو يعتبر اخر مطعم على الممشى وانت ماشي. لقيت الناس بتنط من هنا، فتعالوا نشوف الحوار ده. المفروض ده مكان تصليح السفن وكده. لقيت برضو في الممشى الناس بتطلع فوق هنا، الناس قاعده هنا تطلع من هنا وتنط. بصراحه الاجواء في المدينه رايقه جدا. ممكن بصراحه المدينه اقصى حاجه ليها هو يوم تمشي في الاولد تاون وتيجي تتمشى شويه على البحر بس كده. وبعدها اتحركنا عشان نشوف احلى غروب ممكن تشوفه في مدينة كوتور، فاخدنا العربية وطلعنا عند واحد من اعلى النقط في المدينة قبل غروب الشمس بدقايق. بعد ما تخلص المدينه تحت تقدر تطلع هنا عشان تشوف الفيو الجميل ده. مدينة كوتور تحت هنا، تطلع تشوف الغروب من هنا. وممكن برضو تاخد المواصلات العامة بتاع المدينة. في مكان مشهور هنا جدا اسمه كيبل كار، تقدر تاخد بالتلفريك تطلع لحد فوق وتشوف الفيو من فوق. ممكن برضو كان شفت كذا حد واخد تاكسي عشان يطلعه. هتشوف مدينة كوتور من فوق مع الغروب، فيو جميل جدا. وبكده كنا هنا يومنا الاول في اول مدينة في مونتينيجرو وهي كوتور. واليوم اللي بعده لمينا حاجاتنا وطلعنا على تاني مدينة سياحية اللي كانت حوالي 40 دقيقة من كوتور، والمدينة دي هي الاشهر في مونتينيجرو وهي بودفا. وصلنا بودفا، وبودفا تعتبر اشهر مدينه ساحليه موجوده هنا في مونتينيجرو. وتعالوا اوريكم المكان اللي احنا نازلين فيه زي كل مره. ده المكان اللي احنا نازلين فيه، مكان كويس يا دوبك. هو عباره عن استوديو ببلكونه. بصوا ده المطبخ، برضك مطبخ شكله كويس. مطبخ هنا، التلاجة برضك موجوده عندك، برضك حلوه الحركه دي جدا. الدولاب بيعتبر بسوى الحيطه. وده الحمام برضك مساحته حلوه. وهنا موجود اوضه النوم برضك مساحتها حلوه، بس نور نايم فمش عارف اوريها لكم. والبلكونه زي ما انتم شايفين، ده الفيو من البلكونه. هي حوالي 10 دقايق من البحر. الجبال اللي انتم شايفينها ورا هناك دي هو ده البحر. فهنغير هدومنا وننزل نتفرج على المدينه سوا. اول حاجه هنشوفها سوا وهو المطعم ده. شايف فيو المدينه كلها، ده الاولد تاون، ودي المدينه كلها شايفها من فوق زي ما انت شايف كده. الفيو هنا تقدر تيجي تاكل حاجه او تشرب. في ترابيزات فوق هنا، وفي برضك الترابيزات القعدات دي. وعايز برضك اقول لكم حاجه، زي ما انتم شايفين كده لو بصيتوا على الجبال هتلاقي لونها اسود، لان الايطاليين لما كانوا بيجوا من الساحل الناحيه الثانيه فكانوا بيشوفوا الجبال دي لونها اسود. طبعا اللون الاسود ده بسبب ان في شجر كتير على الجبال، فمن كتر كثافه الشجر جنب بعض ظاهر ان هو لونه اسود. ومن هنا جه اسم مونتينيجرو او الجبل الاسود. بص لو طلعت اتمشيت من الناحيه الثانيه من المطعم فانت تعتبر في اعلى نقطه موجوده في بودفا، فوراك شايف هنا كل المدينه. والناحيه الثانيه برضك هنا موجود شواطئ بمناظر جميله، فتقدر تقعد هنا تشرب او تاكل حاجه، بعد كده تبدا جولتك في مدينه بودفا. المكان ده رشحه بقوه، اسمه فيستا. فلو حابب تقعد بره وتاكل ده متاح، حابب تقعد جوه هنا عشان الشمس جو حر بصراحه، ده الفيو اللي هتشوفه من المكان. فهناكل حاجه بسرعه وننزل نروح الاولد تاون لانها 10 دقايق من المكان اللي احنا فيه ده. شكل الشقق ورايا عامله ازاي؟ عايز اقول لكم مونتينيجرو انا اتفاجئت من الاسعار فيها. الاسعار فيها كانت الشقق فيها بصراحه بما يعادل النمسا. يعني المفروض هنا تبقى الاسعار قليله جدا، حتى اللي مأجرينها الشقه اللي احنا فيها. فسالته ليه الاسعار زادت كده، وكانت السنه اللي فاتت بيقول لي كانت ارخص من كده، بس البلد بدات تتعرف والناس بدات تجي لها، فاسعار الشقق بصراحه كانت غاليه جدا. وصلنا الاولد تاون، ده المدخل الرئيسي بتاع الاولد تاون. اول ما بتخش على طول تلاقي شكل المباني اتغير تماما، لان محتفظه بشكلها القديم، والمدينه من بره محاطه بسور، وجوه موجود المباني القديمه. تعالوا بقى نستكشفها مع بعض سوا. الاجواء بصراحه اجواء رايقه، المدينه شكلها رايق ومش حر زي بره. بصوا الاولد تاون، اول ما دخلت لقيت الباب الجميل ده. بصوا الباب ده بيطلعنا على ايه بقى؟ بيطلعك على الشط بتاع المدينه دي كلها الاولد تاون. عايز اوريكم حاجه، المكان اللي هناك ده كان المطعم اللي احنا كنا فيه من شويه، وانت تتمشى كده عادي متخيلش في مكان زي ده بيطلعك على المدينه. بصوا شكل الشوارع جميله بشكل. بصوا وبرده هنا القطط موجوده كتير،
اصلا المدينه هنا مشهوره بالقطط زي كوتور كده، وبرضه بيعتبروا القطط هنا من سكان المدينه وبيهتموا بيهم جدا. طول ما انت ماشي اصلا في الاولد تاون، الشوارع بجد شكلها جميل جدا، احسن من مدينه كوتور. يعني كوتور كانت المساحه بتاعتها اقل شويه. بصوا شكل البيوت. كنت في محل سوفونير دلوقتي، وهنا بيؤمنوا شبهنا شويه بالحسد، حوار الحسد. هتلاقي عندهم برضو الخرزه الزرقاء موجوده في المحلات بيبيعوها، بس مش زي عندنا، مش بيدوا الاهميه الكامله. بس الموضوع كان زمان منتشر جدا هنا، والاجيال الحديثه مش بيؤمنوا اكتر بالحسد، بس الاجيال القديمه بيؤمنوا بالحسد. هتلاقي بعض المحلات موجود الخرزه الزرقاء، والشنط موجود عليها خرزه زرقاء. دي كانت الاولد تاون، وكان في ناس تركيين قعدوا يلعبوا مع نوح شويه. بصراحه ناس لطافه جدا. لو بصيتوا كده هتلاقي السور محاوط المدينه من بره، ومجرد ما تطلع من المدينه القديمه تلاقي نفسك على طول مباني حديثه وشجر. التنوع ده بصراحه ما شفتوش في اي مدينه تانية. معظم الوقت لا اما مدينه قديمه لا اما مدينه جديده. لكن مونتينيجرو بالذات بودفا، المدينه القديمه جوه وحواليها سور، تطلع بره تلاقي المباني الحديثه والعيشه العاديه خالص. وبعدها روحت نوح لان كان في جزيره شكلها جميل جدا كنت عايز اوريها لكم، فكان الجو حر جدا على نوح، فكان الافضل ان هو يروح. از فينيش. للاسف اخر بوت للجزيره بيطلع الساعه 26 والساعه دلوقتي 6:23، اتاخرت 3 دقايق. كان هي الجزيره اللي هناك دي جزيره اسمها هاواي، بس للاسف البوت المفروض بيطلع من هنا، الجزيره هناك اهي، فللاسف ما لحقتوش. مش مشكله، كان نفسي اوريكم الجزيره اللي هناك دي، بس ملناش حظ ان احنا نطلع رحله الجزيره دي. كنت قاعد بصراحه زعلان ان انا ما لحقتش الجزيره على 3 دقايق، بس جات لي فكره انا هروح الجزيره وانا قاعد مكاني. تعالوا اقول لكم ازاي. افتكرت ان انا معايا الدرون، فقلت اطير الدرون واوريكم المنظر من فوق عامل ازاي. بصوا لو بصيتوا هنا المسافه 1377 متر، فكده يعتبر انا رحت الجزيره وانا قاعد في مكاني. المنظر من فوق خيال. شكل الجزيره بصراحه جميل جدا. على حظنا دلوقتي وقت الغروب برضو. شفنا الجزيره بالدرون، الدنيا بدات تضلم شويه. وعايز اقول لكم ان هنا في مونتينيجرو المدينه مكونه من 3 شوارع. الشارع الرئيسي اللي هو بتاع العربيات، والشارع ده برضو اسفلت، فيه برضو مطاعم وسوبر ماركتات، وفي الشارع ده كله مطاعم، بس مطاعم بص على البحر على طول. ده شارع المطاعم بقول لكم عليه، مطاعم كلها بص على البحر. بصوا الاجواء الليليه، الاجواء الليليه رايقه بصراحه، عامله شويه زي دهب عندنا. بصوا مطاعم، واحد بيلعب لايف ميوزك، وهنا ده الشط هنا على طول اهو. تقدروا تيجي تحجزوا كراسي من دي ب 15 يورو او ب 20 يورو خلال اليوم، او تقدر تقعد هنا. الشط ده كله بيبقى مجاني الصبح، تقدر تفرش حاجه وتقعد ببلاش. في مدينه كوتور كانت الاجواء بصراحه اهدى من هنا كتير، بس عشان بودفا مدينه اكبر شويه فالاجواء فيها احسن. ده كده الشارع الاولاني اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو على البحر على طول بمطاعم. تاني بقى شارع على طول يا دوبك تطلع له بسلم هنا. استنى اوريه لكم. ده تاني شارع على طول. الشارع ده برضو تقدر تتمشى فيه، في سوبر ماركتات والعاب مثلا الاطفال هناك. والشارع بقى الرئيسي اللي هو بره خالص ده للعربيات. برضو طول ما انت ماشي في مونتينيجرو هتلاقي مكان القهوه ده، تقدر تجيب قهوه ب1 يورو. انا معايا دلوقتي 2 يورو، فتعالوا نجربه. بعد كده بتختار القهوه اللي انت عايزها. هاخد كابتشينو. بعد كده تلاقي الفلوس نزلت لك من هنا اللي هو 1 يورو، وتستنى قهوتك. مكان القهوه ده انا شفته كتير جدا في مونتينيجرو. امبارح شربت قهوه مرتين من الشارع وب1 يورو، فسعره يعتبر رخيص. بما انك في مدينه اوروبيه ف1 يورو القهوه سعره رخيص جدا. هنا الاكل التركي مشهور جدا. هم في حته كده شويه عرب بياكلوا برضو كفته وكباب وشاورما والحاجات دي. بصوا اصلا الدخان ورايا عامل ازاي، ولكنه محل كباب عندنا في مصر. الاجواء بالليل بصراحه هنا رايقه. بالنسبه لي الاجواء بالليل احلى من الصبح. الصبح الجو كان حر جدا، كانت درجه الحراره النهارده 35، فبالليل الاجواء اهدى شويه وبتبتدي الناس تطلع من بيوتها. الاجواء الى حد ما لذيذه. ناس بتلعب كوره اهو. بصوا في هنا ملعب بس مش عارف ملعب ايه، وفي مدرجات بس مش عارف ده لايه، بس ممكن تقعد تتفرج هناك. بصوا يعتبر هنا كده اخر المدينه، تعتبر كده من اولها لاخرها في نص ساعه.
بصوا زي ما انتم شايفين محل شبه ده كده بيبيع اكل شارع ب 3 يورو، من اول 3 يورو لحد 5 يورو، دي اغلى حاجه، فالاسعار كويسه جدا. بس هو اكل مش حلال يعني، ده البرجر الموجود. بصوا ده شكل المحل. جبت قطعه البيتزا دي ب 3 يورو، قطعه بيتزا قد ايه ب 3 يورو، فالاسعار يعتبر رخيصه جدا. تعالوا نجربها بقى سوا. ناكل بقى حته البيتزا على الناس اللي بتلعب بينج بونج دي. وبكده اكون زرت اشهر مدينتين في مونتينيجرو، وكل يوم قضيته هناك اكتشفت قد ايه هي دولة جميلة وميكس كده غريب ما بين الماضي والحاضر في مكان واحد، وقد ايه هي بلد صغيرة لكن مميزة جدا. فما تنسوش تتابعوا رحلتنا حوالين اوروبا بالعربية، لان الدولة الجاية هتكون مميزة جدا وهي ألبانيا.